La policía no puede con él. Entra y sale del edificio. Mohamed, dame el dinero, no el dinero, y la cabeza y el problema. السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم اخوكم الحليمي في فيديو جديد. صراحه قبل ما غادي نبدا الفيديو غادي نقول لا حول ولا قوه الا بالله. صراحه انا هادشي اللي شفت في هذا الفيديو وغادي تشوفوه بطبيعه الحال مودير نوعا ما، وغادي نترجم لكم هذا الفيديو وغادي تشوفوه وغادي نحللوه وغادي نعطيو التعاليق ديالنا بطبيعه الحال. انا غادي نهضر في فيديو نتوما ممكن تخليو لي تعاليق بطبيعه الحال، كل وحر في الراي الشخصي ديالو، غير هو يكون داكشي بناء. انا عارفين هاد القناه يعني عديده المحتويات كنحطوا فيها مواضيع الهجره، وفي نفس الوقت كنحللوا مشاكل المهاجرين، وفي نفس الوقت كنعطيو تعليقات على هاد الفيديوهات. لكن انا باش كنشوف على ان اسبان دايرين مظاهره يعني على واحد الاوكوبا، على واحد الاديفيسيو اللي فيه واحد الناس غير لائقين، وكينوض بطل مغربي يعني كيبين على انه واو هو اللي خاصو يبان في الكاميرا، وحنا عارفين هادشي. يعني في الاخير كيلتخ واحد الصوره اللي بزاف ديال الناس كيبنيوها لمده سنوات، وهاد الصوره هذه اللي هي حاليا حنا كنعانيو منها. داكشي علاش ما غاديش نطول عليك، شوف معايا الفيديو وغادي نترجم ليك واجي تسمع الاسبان شنو تيقولوا. Es la provocación de los ocupas. Los vecinos responden. Más de 250 personas se han concentrado de manera pacífica frente al edificio ocupado. Que tenemos miedo, no solamente los niños, sino las personas mayores también. Dicen que no se puede convivir con ellos. Han destrozado el parque de los niños, se bañan desnudos y mean en la calle. No tienen miedo y su objetivo es claro. Queremos que sepan que no vamos a parar hasta que se los lleven de aquí. 50 efectivos de policía han asegurado la zona hasta altas horas de la tarde. Estos son como los vampiros, como los zombies. Empiezan a salir por la noche cuando oscurece. Nos quedamos para comprobarlo. El protagonista vuelve a ser el mismo que en la concentración. La policía no puede con él. Entra y sale del edificio. Mohamed, dame el dinero, no el dinero, y la cabeza y el problema. Pide una ambulancia, pero cuando llega ya no la quiere. Ojalá se solucione porque esto, si no, va a llegar a más y van a salir mal. Un calvario nocturno que se repite en el barrio del aeropuerto. كما شفتوا معايا الاخوان، صراحه من خلال غير الهضره ديال هذا السيد هذا كيبين على انه ما عنده لا اناقه ولا جمال في الاندماج. هذه وحده. ثانيا كتلقى بنادم جاهل، يعني جاهل. عرفتي شنو هي بنادم جاهل؟ وكتحطو في واحد البلد اللي فيه قوانين كتعطيك هذه النتيجه هذه. انت فاش كتشوف مظاهره دخل وتكمش، اولا عارف راسك مستغل داك الايديفيسيو حتى انت كيما الناس، وثانيا خارج بوجهك حمر، زعما انا اللي غادي نخرج وانا اللي غنبان في الكاميرا، على الاقل تخبى اخي. راه كتعطي واحد الصوره اللي صراحه غير مشرفه علينا. ودابا شوف شنو تيقولوا الاسبان، كيقول لك على انهم كيدوشوا عزكم بالله بدون ملابس، يعني في الزنقه كيدخلوا الجرادي او دوك الباركيس فين كيلعبوا الدراري الصغار تما، كيريحوا كيشربوا او كيتناولوا الممنوعات، وهذا في حد ذاته خطر عليهم. زائد المشاكل، كاين اللي وصفهم فامبيروس، كاين اللي وصفهم بوحوش، كل شنو كيوصفهم وغير مندمجين. وقالوا لهم على ان خاصنا نبقاو نتظاهروا حتى نجريو على هاد الناس. اوكي، حتى لهنا كلشي مزيان. دابا حنا عارفينك داير اوكوباس وداكشي، ولكن السؤال المطروح علاش خارج؟ راه داك الاديفيسيو يقدروا يكونوا فيه رومانوس، يقدروا يكونوا فيه يعني اجناس اخرى، علاش انت بالضبط خارج؟ علاش كتبين فيها بطل؟ هذا هو اللي ضرني انا صراحه. انا نقدر نفهمك داير اوكوبا ماشي مشكل، نقول الله يحسن العوان ونغمض عيني، ولكن باش كتخرج والدم والحيحه وما عرفتها تهضر والغوات والناس كتشوف فيك والاسبان كتظاهر والشرطه والكاميرات والاذاعات، صراحه انا هادشي غير مشرف. انا ما نكذبش عليكم، غير مشرف ومضر نوعا ما نفسانيا، اكثر ما يكون مضر معنويا، نفسانيا مضر. فما بالك هاد الاسبان عايشين معاهم؟ انا مغربي عاد ولا مقولش انا ما نعيش مع هاد الناس. ما شوف، بغيني ولا ما تبغينيش، انا كنهضر معاك بالواقع. انا ما نقدرش نعيش مع هاد الناس هادو. هذا دابا يكون صاحبي نتفارق معاه نقول له اخويا سير في حالك. من الاخر راه ما يمكنش الاخوان في سنه 2025 وداخل سنه 2026، يعني الناس راه متقدمه، الناس واصله، الناس واعيه، الناس ما عرفت شنو، وحنا باقيين بهذه المنهجيه ديال الربعينات. راه لا يعقل الاخوان. وصراحه ما كنعجز عن الكلام، ما نكذبش عليكم، لان كنبغيش نقول شي حاجه اللي مضره رغم على انه كيبقى مغربي، ولكن راه خاصني نهضر، راه خاصني نعبر، لان حنا
خاصنا بعضياتنا نكملوا بعضياتنا، خاصنا حنا نعاونوا بعضياتنا، خاصنا نوعيو بعضياتنا، ماشي بهذه الطريقه الاخوان. وفي الاخر تنقولوا هاد الناس عنصريين، هاد الناس ما كيعطيوش فيزات المغاربه، علاش مسهلين على بلدان اخرين، وعلاش وعلاش وعلاش، وفي مكتب الهجره، وعلاش فوكس كيطالب. ودابا راه نهضروا على فوكس، وراه فوكس راه عنده الحق في هذه اللحظه. دابا بالمنطق انا معادي لفوكس كوني كمهاجر، لان كنشوف الاستغلال ديالو، كنشوفوا كيفاش الاستراتيجيه الخبيثه ديالو كيطبقها على المهاجرين. ولكن راه في هذه اللحظه فوكس عنده الحق وكنأيدو. انا في بلادي ما رضاش يدير ليا هكا، وخصوصا في الحومه ديالي يجي واحد من غانا الاستوائيه بدا يدير لي هادشي ما غرضاهاش. وخصوصا عندي عائله، عندي زوجه، شوف واش عندك بناتك صغار، عندك خدمتك، عندك مدرسه الغد اللي خصك تفيك تلقى الرواج، السكرات، الضرب والجرح، السرقه، العنف. مالنا خويا، مالنا لهادشي، عيب والله تايب. المهم انا نحاول نكتفي بهذا الفيديو، راه واضح وباين باش كتخرج تشوف الاسبان خرجوا تظاهروا، راه وصلت لهم العظم. صراحه كون كان مغاربه في المغرب ما غاديش يديروا هذا الشيء، ولكن كيعرفوا مع من يديروه للاسف. وهذا الشيء كيزيد التخسره ديالنا، وكيزيدوا يطالبوا احزاب اخرى باطاحه المهاجرين والترحيل ديالهم. وهذا الشيء راه حنا شفناه لدرجه انهم بداو كيطردوا حتى التلميذات بالحجاب، ولاو كيطردوا، بداو كيقلبوا على المهاجرين بالاحصنه، ولاو المهم ما ندخلوا في هذا الشيء لان راه شيء كبير وكبير بزاف. اللهم نسكت. سلام.